أصعب وجع ممكن يمر بيه إنسان هو جرح العلاقات. الوجع اللي بيجي من حد فتحنا لقلوبنا وادينا أملنا وفجأة لقينا منه خذلان أو غياب أو قسوة ما كانتش متوقعة. الجرح ده ما بيبقاش بس في القلب، ده بيبقى في الثقة وفي الروح، وحتى في نظرتنا لنفسنا بنسأل بمرارة: أنا قصرت في إيه؟ النهاردة مش جايين نفتح الجروح، إحنا جايين نفهم ليه بننجرح، وإزاي نحول وجع الجرح ده لعلامة قوة ونضج ونسترد سكينة قلوبنا من تاني. في علم النفس الجرح ما بيكونش مؤلم إلا لو جه من شخص في الدايرة القريبة مننا. إحنا بننجرح لأننا بنرفع سقف التوقعات وبنرسم صورة مثالية للشخص اللي بنحبه. لما الصورة دي بتتهز بنحس بإن عالمنا كله انهار. الحقيقة إن العلاقات دي هي مراية بتكشف لينا جوانب في نفسنا محتاجين نصلحها. أحيانا الجرح بيجي عشان يفوقنا من تعلق مرضي، أو عشان يعلمنا إن الأمان الحقيقي ما ينفعش يكون في بشر متقلبين، لكن لازم يكون في الخالق سبحانه وتعالى. الوجع اللي بتحسه بعد جرح العلاقة بيمر بمراحل زي الحداد بالظبط. بيبدأ بالإنكار وعدم التصديق، مش بتصدق أبدا إن حصل فيك كده، وبعدين الغضب الشديد من الطرف التاني ومن نفسك، وبعدين محاولة اللوم الذاتي: لو كنت عملت كده ما كانش حصل كده، ولو كنت قلت كده ما كانش حصل كده. دي كلها محاولات من عقلك علشان يستوعب الصدمة. إنك تعيش مع الجرح ده محتاج وقت، محتاج إنك ما تستعجلش الشفا والنسيان. سيب نفسك تحزن وتبكي وفضفض، لأن كتمان الوجع هو اللي بيخليه سم بيفضل ماشي في روحك لسنوات. الجرح اللي في قلبك دلوقتي لو بصيت له بعين الحكمة هتلاقيه معلم عظيم. طب استفدنا إيه من الوجع؟ لو اتكلمنا عن الاستفادة من الوجع، أول حاجة هنقولها الاستغناء بالله. الجرح بيعرفك إنك قوي لوحدك، وإن وجود الناس إضافة لحياتك مش أساس لبقائك. هتلاقي نفسك كمان اتعلمت وضع الحدود، بتتعلم إنك ما تفتحش بيبان قلبك لكل حد، وإن الثقة امتياز لازم يدفع تمنه مواقف وأفعال مش مجرد كلام حلو. بتستفاد كمان إنك بتكتشف ذاتك. في العزلة اللي بتيجي بعد الجرح بتكتشف مواهبك وقوتك واهتماماتك اللي كنت ناسيها وانت مشغول بإرضاء الطرف التاني. ازاي بقى نداوي قلوبنا بجد؟ خطوات عملية علشان تداوي قلبك. أول حاجة وقف المراقبة. المتابعة على السوشيال ميديا هي ملح بيتحط على الجرح كل يوم. اقطع كل الخيوط اللي بترجعك لورا. اكتب وجعك. الورقة والقلم هما قصدك وسيلة إنك تفرغ فيهم ألمك النفسي. اكتب كل اللي كنت عايز تقوله للشخص ده وبعدين قطع الورقة واحرقها. بتستفاد كمان إنك بتركز في الآن. زي ما اتكلمنا قبل كده، عيش اللحظة، اهتم بالحاجات اللي بتحبها، اهتم بصحتك بشغلك وبالناس اللي لسه بيحبوك بجد وموجودين جنبك. وفي النهاية نقول: الجرح ما بيقفلش في يوم وليلة، بس بيقفل لما بتقرر إنك تستحق تعيش. انت غالي جدا عند ربنا، وهو اللي هيجبر قلبك اللي اتكسر، جبر يتعجب له أهل الأرض والسماء. أنا سيلا، وقناتنا هي بيت لكل قلب مجروح بيدور على الشفاء. ايه الدرس اللي جرح علاقة قديمة علمهولك وبسببه بقيت أقوى دلوقتي؟ أشوفكم في الفيديو الجاي بكل حب وتعافي. شكرا.